الواحد ما بقاش عارف ليه الناس نسيت الكلمة الحلوة. ايه السر ان الناس نسيت كلمة الصدق؟ ده الكلام الحلو عامل زي نقطة المية اللي مع الوقت نقطة ورا نقطة بتأثر على الصخر، في حين ان انت لو مسكت مسدس وضربت رصاصة، الرصاصة مجرد ان هي هتخدش الصخر، مش هتأثر عليه وتشكله وتعمل منه شكل، ممكن تعمل أشكال جميلة منه. فنقطة المية أقوى من الرصاص، والكلمة الحلوة أقوى من أي حاجة، ومن عتاب ومن زعيق ومن خصومات ومن أي حاجة تانية تأثر على الإنسان. دي الكلمة الحلوة بتطبطب على القلوب وبتمسح الحزن والهموم. الكلمة الحلوة مش بس الكلمة اللي بتتقال من أب لولاده أو زوجة لزوجها أو صاحب لصاحبه. الكلمة الحلوة لما تتسأل عن حد ترد بكلمة حلوة في حقه، ترد غيبته بكلمة حلوة. الكلمة الحلوة دي زي السحر، مفعولها بيبقى عامل زي السحر. والكلمة الحلوة والتشجيع مطلوبين في كل مكان ومجال، في كل وقت كمان، في البيت، في الشغل، في النادي، في الشارع، مع الصحاب، في كل مكان ومجال. حتى في وقت اللعب الكلمة الحلوة والتشجيع مطلوبين. ومن غير الكلمة الحلوة الناس تفضل واقفة مكانها، عمرها ما تتقدم أبدا، وعمرها ما تدي أحسن ما عندها. الكلمة الحلوة والتشجيع ممكن يغيروا مصير سهل انك انت تزعق وتنتقد، ولكن الصعب انك انت تقول الكلمة الحلوة. شكرا.